من هون ليوم الخميس رح أسلمكم اللي قتلوا لأبو سمير الحمصاني. هاي كانت الكلمات الأخيرة للزعيم أبو صالح في مسلسل باب الحارة، وكانت الحلقة الأخيرة من المسلسل والحلقة الأخيرة من حياته كزعيم لحارة الضبع. وعلى ما يبدو إنها رح تكون الحلقة الأخيرة من حياة الرئيس فلورنتينو بيريز كرئيس لريال مدريد. هذا كان شعوري وأنا بحضر المؤتمر الصحفي للرئيس فلورنتينو بيريز اليوم، لأنه ظهر في شخصية متوترة وفي حالة من الدفاع عن النفس، وركز على الحديث عن الجوانب غير الرياضية أكثر ما يتحدث عن المشكلة الأساسية اللي بيعاني منها الفريق، وهو عدم وجود توازن داخل الفريق، وعدم وجود شكل، وعدم وجود شخصية لهذا الفريق. وصار يقول لك إنه إحنا أفضل فريق في العالم، وأنا في حملة ضدي، وأنا في صحافة بتكرهني، وأنا صحيفة ABC بدي أقاطعها رغم إنه أنا مشترك فيها من أيام أبوي. وفعليا ترك الجوانب الأساسية والمشاكل الرياضية اللي بيعاني منها ريال مدريد من حوالي موسمين. قال لك إنه مشكلة الجواسيس الموجودين داخل ريال مدريد واللي بيسربوا أخبار، هدول بيسربوا أخبار لأنهم رح يخرجوا من الفريق مع نهاية الموسم. أعتقد يعني أنا حسيت إنه بلمح على فينيسيوس جونيور، ما بعرف ممكن يكون إحساسي صحيح أو بيكون إحساسي خاطئ. وقال لك كمان إنه فعليا حاول التقليل من المشكلة اللي صارت بين فالفيردي وتشواميني، وقال لك إنه هاي مشاكل بتصير داخل الفرق، وأنا صار لي 26 سنة رئيس. وعلى الرغم من إنه دعا لانتخابات مبكرة وممكن هو يفوز بالانتخابات للمرة الثانية كمان مرة، إلا إنه فعليا أعتقد أنه الاستمرار الفريق بهذا الشكل وإنكار المشكلة الأساسية رح يكون ثمنه نهاية حقبة فلورنتينو بيريز مثل ما صار في فترة الجالاكتيكوس الأولى. وأتمنى أنه تكون نهاية فلورنتينو بيريز أفضل من نهاية الزعيم أبو صالح اللي انقتل في نهاية